في لحظات معينة في حياتنا بتظهر أحداث كبيرة بتخلينا نفكر، هل إحنا بنقدر فعلا نتحكم في كل حاجة حوالينا مهما كانت قدرتنا؟ هل في حاجة بتخرج عن نطاق القوة لما بنشوف كوارث بتحصل فجأة واللي بتخلينا نصحى على حقيقة قدامنا؟ بنكتشف إن اللي بنعتبره قوي أحيانا بيكون أضعف من لحظة واحدة قدام القدر. الأحداث اللي ممكن تفضل مختفية أو مش مفهومة لما تحصل قدامنا بتذكرنا إن في حاجة أكبر بكتير من كل شيء ممكن نأمن له. تعالوا النهاردة نتكلم عن حدث شغل العالم بأكمله. إزاي حصل الحريق في لوس أنجلوس، المدينة اللي كل حاجة فيها متطورة؟ الرد جه من السماء على حفل الاستهزاء من وجود الله والعياذ بالله. بصوا، رغم ان لوس أنجلوس اللي هي في قلب كاليفورنيا أمريكا، المدينة القوية، زي ما البعض ممكن يفكر ان الحريق كان أكتر بس من مجرد حادث، كان درس مفاجئ للجميع. رغم كل الأنظمة المتطورة والتقنيات الحديثة المتقدمة في المدينة، ما كانش فيه أي قدرة على احتواء الحريق بنفس السرعة. الموضوع مش بس تكنولوجي أو لا، الحريق هنا بيقول إن ربنا موجود وإنه قادر على كل شيء. هم في حفلهم كانوا بيقولوا والعياذ بالله يعني إن ربنا ملوش مكان في مدينتهم. بصوا، لما يوصل لهم معنى انتوا مش متحكمين ولا متمكنين من اي شيء، مهما وصلت من علمك، مهما اتعلمت، مهما وصلت التكنولوجي، انت ولا حاجة وانت بعيد عن رب السماوات والارض. انت حرفيا هالك لو ظنيت ان انت تقدر تبني وتكبر وتعمل كل حاجة بعيدة عن ربنا. هتاخد درس عمرك ما كنت تتخيله في حياتك لما الواحد شاف الحريق الهائل اللي العالم كله بصله بتعجب. ايه ده؟ طب ازاي ما قدروش يتحكموا في الاطفاء؟ طيب ازاي يعني دي لوس انجلوس، يعني دي مدينة كبيرة وعريقة ومتقدمة. بصوا، برغم الحماية المتقدمة لكن المدينة محكومة بمشيئة الله، العالم كله محكوم بمشيئة الله. وده بيورينا ازاي الانسان مهما تطور بيفضل في النهاية عاجز امام عظمة الله سبحانه وتعالى. ودي كانت رسالة لكل انسان يتجبر ويقول انه قدر يوصل ويحقق ويكون فريد من نوعه في الحياة. احنا في حياتنا اليومية لازم نستوعب ان مش كل شيء بايدينا، لا. في ناس بيغفلوا جدا عن الايمان وبيظنوا ان كل شيء بسبب قوتهم وقدرتهم وعلمهم، وهم بيوصلوا كده لمرحلة من الغرور بتفكرني بفرعون لما كان بيقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. لكن الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يقدر يقول للشيء كن فيكون. لكن الإنسان لما بيوصل في غروره لمرحلة الغباء، انت انت في النهاية بتكون شوية تراب. بس عايزة اقول لكم برضو اللي بيخلي الانسان ده ذكي والانسان ده مش ذكي، اتصاله بالله سبحانه وتعالى، الوعي الكامل ان في خالق للكون باكمله. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني، سواء بقى ابيض او اسمر، مصري امريكي هولندي، ايا كانت الجنسيه، الخالق واحد. فانت مطلوب منك انك تتمعن قوي. بصوا، لما الواحد شاف الحادث ده اللي كل العالم اتكلمت عنه، وقف قدام معنى سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إيه ده؟ أيوة، كل شيء في الدنيا متقلب، وإحنا بس بننسى، بنغفل
إن ربنا هو المتحكم الأول والأخير في الحياة. لو ندرك للمعنى ده حياتنا هتبقى أجمل وأفضل بكتير من إننا نشوف دمار أو خراب. بس هقول لكم حاجة، لما شفنا الحريق ده كل واحد غافل أو غراء قوته، سواء حتى راجل على قده، على فكرة مش لازم يكون مثلا من رجال الأعمال، في رجالة كده ممكن تلاقيها مستقوية في بيوتها، أو ممكن تلاقي ست النميمة واكلة لسانها، أو فأي حد بيرتكب أي ذنب في الكون لما شاف الحدث ده وأدرك لمعنى إن مهما وصلت من علم وتكنولوجي وتقنية أنت في النهاية تحت تحكم الله سبحانه وتعالى. ربنا يقدر يحول الإنسان ده لنملة. أنا مؤمنة بده، مؤمنة إن ربنا يقدر يحول الجماد لكائن حي. القادر الوحيد. ربنا يقدر يقول للشيء كن فيكون. فخليك مدرك يلي بتسمع وبتتمعن دلوقتي ومركز معايا انك تصلح كل شيء موجود في حياتك. ما تسيبش حاجة تحصل فتقوم تفوقك فوق من مصائب الغير. يعني احنا لما شفنا الحادث ده كلنا اتهزينا. هل الحريق ده كان فعلا انذار من ربنا عن المغالاة وغفلة البشر؟ ايوه. بصوا، الحريق ده جه بعد حفلة مباشرة كلها استهزاء بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكل مدينة زي لوس أنجلوس عايشة في رفاهية، بتظن إن كل شيء مفيش حاجة هتكسره، لكن جت النار علشان تثبت إن الإنسان مش متحكم في مصيره. لا، ده مجرد كائن ربنا خلقه في الحياة علشان يعيش ويعيش الاختبار كما يجب علشان يوصل لجنة أو لنار. لكن الكارثة كانت قوية جدا، فضيعت مدينة بأكملها. صحيوا الناس على واقع ما كانوش متخيلينه. هم كان الغرور متمكن منهم، ان هم ما فيش حاجة زي كده تقدر، ما كانش بيجي على أذهانهم أساسا ان ده يحصل معاهم. لا، هو يحصل عند أي حد، لكن عندهم no way. لكن لما صحيوا على الكارثة دي وقفوا في حالة من الذهول. فيهم اللي أدرك المعنى وفيهم اللي لأ، يعني شايف إنها حادثة من الطبيعة يعني. لكن الذكي اللي يتمعن ويفهم كل حاجة بتحصل حواليه ويبتدي يبحث. احنا كمؤمنين عارفين ده ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبقدرته. لكن إنسان ملحد أو بينهي تماما وجود خالق والعياذ بالله، ده بقى بيقف قدام نفسه في حيرة. هو ايه اللي حصل ده؟ طب ايه يعني؟ معقول احنا ما قدرناش نسيطر على الحريق الهائل ده؟ وعايزة اقول لكم ان اللي حصل رسالة واضحة لكل غافل ما بيديش ربنا حقه. انت لما تركز هتلاقي جنود الله، الرياح والارض والنار جند من جنود الله. فلو انت ما شفتش اللي حصل ده وقسته على نفسك، احنا دلوقتي بنقول ان اللي ما بيديش ربنا حقه بيكون غافل. طب يعني انا مش مدي ربنا حقه في ايه؟ يعني في ان انت بتستقوى مثلا على اولادك، في ان انت بتاكل حرام، في ان انت عماله مثلا عايشه بالنميمه، او بتكذبي كتير، او حياتك فيها محرمات، او لما بنقف قدام يعني حدث زي اللي حصل ده ونشوف كارثة كبيرة زي دي وندرك قدرة ربنا، هو كده كده الواحد جواه مدرك لقدرة ربنا سبحانه وتعالى. بس انت لما بتشوف، يعني تخيل بلد زي دي ما تقدرش انها تطفي شوية حريق، بس ما قدرتش لان ربنا اقوى، ربنا اكبر، ربنا اعظم. مفيش مقارنة ما بين البشر والخالق. لا، مفيش مقارنة. فانت لما تستقوى على ابنك او تستقوى على زوجتك، او انت مثلا
تعملي شيء يغضب ربنا، انت ازاي قادرة تقفي قدامه؟ انت ما تقدريش تقفي قدامه، انت ما تقدرش تقف قدام ربنا، انت اضعف بكتير من ان انت تواجهه. فراجع نفسك بسرعة، راجع حياتك، افعالك، تصرفاتك، سنينك اللي عدت، بلاش تضيع. لازم نفكر في النعم اللي حوالينا، ونتفكر ان كل شيء حوالينا بقدر الله مش بقوتنا. الحياة مرهونة بفضل الله لله. ايه ده؟ ايوه، الحياة مرهونة بفضل الله لله. انت بلاش الغرور ياخدك وتحس كده ان انت قوتك هي اللي معيشاك. بالعكس، انت حياتك وسعادتك وكيانك كله مرتبط بقربك من حبيبك سبحانه وتعالى. انا لما قعدت افكر ازاي اقدر اتكلم عن الحدث العظيم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه لكل انسان ضعيف او لكل انسان ملحد ان في خالق للكون، حتى اقول ازاي ابص له، ازاي اتكلم عنه، ما لقيتش غير معنى واحد استند اليه: قدرة الله. ربنا سبحانه وتعالى في ايده القدرة على كل شيء والكل شيء وفي كل شيء. هو القادر، هو الخالق. فبستعجب قوي من غرور انسان يتملك منه فيظن ان هو خلاص اصبح والعياذ بالله اله، يقدر يتحكم بقى في كل حاجة. لكن تيجي يعني حقيقة تصحيه، ده لو صحي. إيه، ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا موجود. بلاش الغفلة اللي انت فيها دي. إيه، الخالق اللي خلقك موجود. بلاش إيه، كان ممكن ربنا في اللحظة دي يخفز بيهم الأرض وهم عمالين يستهزئوا بوجود الله وإنه مش موجود في مدينتهم، لكن من رحمته إن خلاهم يتفرجوا. بص ربنا رحيم إزاي. كان ممكن يخفز بيهم الأرض بس خلاهم يبصوا. بصوا أقدر أعمل إيه، بصوا الخالق يقدر يعمل إيه. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. بصوا لما الإنسان بيظن إنه محصن ومعتمد على قدرته وعلى تكنولوجي اللي هو وصل له، بيقابله تيار سريع جدا من الحقيقة إنه مهما امتلك ومهما وصل ومهما تحصن، الحياة سقفها أضعف مما يظن. الحياة سقفها أضعف مما يظن. مدينة لوس أنجلوس مش فاهمة إنها كل ما تبني حماية جديدة ممكن تنهي حياة أسر في ثانية، لأنها متخيلة إن هي دي الضمانات في الدنيا. الضمان الوحيد اللي هيخليك تقدر تعيش وانت سعيد وحياتك مليانة حرفيا بالتقدم والتطور وكل شيء جميل، انك تكون مصدق ومسلم ومؤمن بوجود الخالق. الخالق اللي خلق العقل، اللي أبدع التطور والتكنولوجيا واللي خلى للحياة معنى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال للعقل كن فكان. فما تجيش انت بقى تقول ان انت اللي وصلت بقدرتك وان انت عندك القدرة، والعياذ بالله. مهما وصلت من قدرة انت قدرتك محدودة. انا بعمري الصغير ده وبعلمي الضعيف بيصعب عليا قوي انسان واصل لمرتبة من العلم ضخمة جدا انه يشوف انه اقوى من الخالق، اعوذ بالله. او يقول ان هو خلاص وصل بقى للالوهية برضو، والعياذ بالله. في ناس يعني بيوصل غرورها لكده. فنطلب لهم الهداية، لان انت لما بتشوف حد كده بتحمد ربنا على نعمة الاسلام. اللهم لك الحمد ولك الشكر. تعالوا النهاردة نراجع تصرفاتنا جميعا ونفهم ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر يمنحنا كل شيء في لحظة، ويقدر ياخد مننا كل شيء برضه في لحظة. فاعتمد في حياتك على إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وركز على طاعتك ليه. بلاش توجه قبلة حياتك لحد تاني، لا، خليها لله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل ما تفكر
في حالك، خلي بالك ان كل خير انت فيه من ربنا، مش مجرد قدرة بشرية بقى، وان انت اللي جبت لنفسك وان انت اللي عملت وان انت بعلمك وصلت. لا، انت من غير ربنا ما تقدرش تعمل حاجة، ما تقدرش توصل لأي حاجة. فقول يا رب، وحط ربنا في المرتبة الأولى قدامك. أنا عارفة إن كلنا كمؤمنين موحدين بالله وحاطين ربنا قدامنا، بس لما بتيجي حاجة زي اللي حصلت دي ونشوفها بتخلينا نعيد حساباتنا من جديد، لأننا برضو بشر والدنيا بتاخدنا والشيطان ممكن ينسينا للحظات، فقوتنا تغلب علينا، فنفتري شوية، نكذب شويتين. آه، فبلاش تكون هالك، بالعكس، يعني قرر انك انت تكون ناجي دنيا واخره. واللي حصل بيفهمنا ويقول لنا ان ربنا قادر على كل شيء، وانه كل شيء بيخضع لمشيئة الله، برغم بقى التقدم والأنظمة والتكنولوجي الحديث. حد يصدق ان مدينة بحجم لوس أنجلوس تضيع بسبب الحريق، بسبب نقص الاستجابة الفورية، برغم ان عندهم الحماية وكل شيء متوفر لكن مشيئة الله أكبر، أعظم. مشيئة الله كن فكانت، خلاص. مهما حاول الإنسان إنه يحمي نفسه من أي شيء طارئ، سبحانك يا رب، ما يقدرش إنه هو يمنع شيء ربنا أمر إنه يحصل. خلاص. بصوا، مهما طال الزمن ومهما وصلنا من التطورات مهما عملت انت ولا حاجة أمام قدرة ربنا. ربنا هو اللي ألهم العقل ده إن هو يبدع، وادالك. انت لو ذكي قوي هتلمس انك بتحقق حاجات عظيمة قوي، يعني عظمة ربنا أكبر وقدرة ربنا أكبر. فانت لما بتحقق حاجة عظيمة قوي، فربنا بيبقى ايه؟ يعني ألهم العقل ده إنه يبدع وإنه يدي وإنه يطلع بشكل جميل كده، وإنه يحقق حاجات مهولة كده. ده بإرادة الله سبحانه وتعالى، مش بإرادتك انت. انت انت كائن في النهاية، هتكون شوية تراب، لك قدرة محدودة، لكن قدرة ربنا ملهاش حدود، ملهاش حدود. بس مين بقى يستوعب المعنى ده؟ أكيد وقفوا قدام الحدث وفكروا، يعني ازاي احنا ما قدرناش نحجم الحريق؟ يا غافل، يلي الدنيا واخداك وخلاص أصبحت متمكن قوي من كل شيء حواليك. ربنا قادر على كل شيء، الله على كل شيء قدير. انت محتاج ان انت تركز ان الحق سبحانه وتعالى هو اللي عنده القدرة على كل شيء وفي كل شيء والكل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل الحريق ده كان فعلا درس صريح بخصوص الغفلة عن قدرة ربنا الكاملة اللي تقدر تهدم أقوى المعاقل في ثانية؟ بصوا، اللي حصل ده كان لحظة اختبار لمقاومة الفكر الغير مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وإن عظمة ربنا بتفرض نفسها في الاندفاع السريع. الكل فاهم النهاردة معنى الغفلة والخطر اللي ممكن يحصل لأعلى استراتيجية أو ترتيب. الترتيب بقى الأفضل ليك إنك تحمي نفسك بقربك من ربنا سبحانه وتعالى، وإن حياتك ونهايتك بإيد ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان بيغفل عن التسليم لله، ما بيسلمش أمره. في ناس ما بتسلمش أمرها لله، بعض الناس، وبيسعى دايما لفكرة إنه هو كل ما كان متقدم أو مبدع أو فهو خلاص بيخرج من تحت كده حكم الله، أو مثلا خلاص هو يقدر يعيش من غير إله. ده إزاي؟ ما هو اللي يخليهم يستهزئوا، يعني أنا كل ما أقف عند إن في عقل استهزأ بقدرة ربنا يخليني ألمس إن العقل ده مغيب جدا، إنه مش قادر يستوعب إن في خالق. المفروض عليهم بقى إن هم يرجعوا خطوة لورا
ويقدروا بقى معنى قدرة ربنا سبحانه وتعالى. لأن حريقهم جه في وقت محدش كان ممكن يتخيله يعني. فلما الإنسان بيقوي قلبه وحياته بالإيمان بالله، بدل ما احنا بقى عايشين بنقوي قلبنا بالعلم والتكنولوجي وإن الحياة خلاص أصبحت مقرية كلها. لا 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 لا، الحياة محتاجة وعي بالله سبحانه وتعالى. انت لسه في حاجات ما اكتشفتهاش في الحياة. ف... فبلاش تبعد علشان ما تعيش في حيرة. اللي بعيد عن ربنا بيتوه ويفضل عايش في حيرة ملهاش نهاية. فالقرب هو العلاج، بس لو يتفكروا. وازاي ممكن نفهم ان في طائر جوه الحدث ده، جوه الغابات المشتعلة بالنار دي، كان ليه دور في نقل الموعظة. إيه، وشخص كمان عنده فيلا ما اتحرقتش، برغم ان في لوس انجلوس كلها اتحرقت تفحمت، الفيلا دي ما اتحرقتش ليه؟ ده يخلينا نقول انك لو هتلاحظ ان الطائر ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك بص، طائر ضعيف لكن كان رسالة لكل واحد شاف المشهد. سبحانك يا رب، كان بيبعت مسج لكل عقل وكل روح. آه، انت برغم قوتك وبرغم السرعة اللي انت كنت فيها، انت وقفت قدام طائر جوه نار وسرعة رياح، عمال ينقل في النار، عمال ينقل. لا إله إلا الله. وإنسان تاني فيلته ما اتحرقتش. طب ليه ما اتحرقتش؟ ايه اللي بينه وبين ربنا علشان فيلته ما تتحرقش؟ معظم لوس أنجلوس كلها اتحرقت. لا إله إلا الله. هنا نقول لا إله إلا الله. سبحان الله. ربنا ليه طرقه الخاصة. بيقول لك بطائر صغير أنا هبعت لك رسالة، بنار، بشوية رياح، أنا هخليك تلتفت لوجودي. مش أنت بتقول أنا مش موجود في المدينة؟ لا، أنا موجود. بص كده للطائر ده، بص كده للي فيلته ما اتحرقتش، وقف كده في تمعن. ده النار حرقت كل شيء وكلت كل شيء. طب ازاي الطائر ده؟ انا برضو، بس ما فيش حاجه اسمها ازاي قدام ربنا. هم يقعدوا يقولوا ازاي الطائر ده كان بيطير في وسط النار وبينقل كده النار وفيلة شخص ما تتحرقش وكل الفلل اتحرقت وتفحمت. الله. طب ليه؟ ما فيش حاجه اسمها ليه مع ربنا. لا. عايز تنجى من الدنيا، عايز تعيش سعيد، عايز دنيا واخره، خلاص خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. ما تقولش ليه. ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش مستحيل، وده يخليك تدعي بالمستحيل اللي هو بالنسبة لك. لما تبص كده لكل اللي بيحصل حواليك، تقول ربنا عنده تحقيق المستحيل اللي هو عندي. اللي أنا عندي حاجات مثلا أحس إنها مستحيلة ما تتحققش، ده عندك أنت، ده عندي أنا، لكن عند ربنا مفيش حاجة اسمها مستحيل. أيوة، بس أنت توكل عليه وارمي حمولك على الله سبحانه وتعالى، تنجى، تعيش وانت مرتاح، تشوف كل حاجة بعين الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفي النهاية الحكاية مش حريق أو تكنولوجي أو حتى قوة بشرية، لا. اللي بيظهر قدام حقيقة عينك دلوقتي، الحكاية الأهم إننا لازم ناخد بالنا إن كل لحظة في حياتنا بتحصل بقضاء الله وقدره. ربنا سبحانه وتعالى لو قرر حاجة في ثانية مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته. فخلي بالك، مهما كانت حياتك مليانة بالعلم والتقدم، مش المفروض تنسى إن ربنا سبحانه وتعالى موجود، وإن إحنا المفروض نعتمد عليه في كل شيء ماديا ومعنويا. اللي حصل في لوس أنجلوس لحظة ممكن نتعرض لها كلنا، لحظة إهمال أو غفلة، فممكن تودينا لمعنى وحش. فتعالوا نرجع كلنا ونفكر إن الدنيا دي إحنا ضيوف فيها. مهما بنينا ومهما عشنا ومهما تقدمنا، آه الخالق وحده بس هو المتحكم في الكون بأكمله، الوحيد اللي لازم نرجع له في كل أمر.
هو ربنا سبحانه وتعالى. فبلاش تقف عند الحقيقة دي وما تاخدش بالك منها.